السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، والنهاردة هنعمل ورق العنب ازاي نحتفظ بيه في التلاجة لمدة سنة كاملة، وهو بنفس شكله بنفس طعمه، كأنك بالظبط شارياه من السوق حالا. هتطلعيه بس كده يفك وتستعمليه كأنك بالظبط لسه شارياه حالا. طبعا هنعرف كل أسرار وخطوات تفريز ورق العنب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. هنبدأ نعرف ازاي نحتفظ بورق العنب وقت طويل قوي، وفترة طويلة جدا، ممكن تكون من السنة للسنة لحد ما ورق العنب التاني يجي. هنعرف ازاي نحتفظ بلونه وشكله وطعمه. هنعرف ازاي نخزنه بطريقة صح، بطريقة حلوة قوي، وفي نفس الوقت سهلة جدا. هنا جبت كمية كده من ورق العنب، كانت كمية كبيرة، يمكن هي مش واضحة قوي في التصوير، لكن هي كمية كبيرة من ورق العنب. طبعا لان وقت ورق العنب في السوق بيكون قصير قوي، يعني احنا يا دوب نلحق كده نخزن ورق العنب، لانه بيكون وقته قصير قوي في السوق وبيخلص بسرعة. هنا بدأت كده أنظم ورق العنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما كانش ممكن أعمل كل الكمية معاكم عشان ما أطولش عليكم، بس عملت كده ورق العنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان هعرف دلوقتي أتعامل معاه وإزاي أقدر أخزنه بطريقة صح. هنا عملت كده ربطات من ورق العنب بالشكل الحلو ده. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده، ورق العنب من النوع الحلو قوي، طري ومش ناشف، ورق النباتي، ورق حلو قوي بالشكل الحلو ده. وهنبدأ دلوقتي نشوف على طول هنعمل ايه في ورق العنب. بداية كده انا جبت معايا كده هو الطبق، حطيت فيه مية بتلج او مية متلجة باردة جدا، علشان دي خطوة مهمة قوي. المية لازم تكون متلجة جدا جدا، ويكون كمان فيها تلج زي ما انتوا شايفين كده معايا. كويس كده. تاني خطوة بقى ان احنا هنبدأ دلوقتي نحط المية على النار علشان تغلي، وهننزل فيها بعصرة ليمونة بالشكل ده اهو. هنعصر ليمونة في المية، وكمان هنحط معلقة من السكر. وهنا يعتبر السكر معايا من المواد اللي بتحفظ ورق العنب، يعني من المواد الحافظة اللي هي طبيعية ومفيدة مش ضارة. السكر، يبقى عندنا عصرة ليمونة وسكر، معلقة سكر وعصرة ليمونة، وهنقلب كويس قوي، وهنسخن المية كويس قوي. ولحد كده ما تسخن المية، بدأنا ننزل كده بربطات ورق العنب بالشكل الحلو ده هوت، زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش هسلق ورق العنب جامد ابدا، لا. ورق العنب بياخد كده غلوتين من كل ناحية، يعني بالظبط بالظبط مش اكتر من 5 دقايق على كل ناحية كده، دقيقتين، يا دوب يغلي كده ويغير لونه، ونبدأ نطلعه في المية الباردة جدا. وهنا طبعا اهم خطوة ان ورق العنب يطلع من السخن الجامد للبارد جامد جدا، ودي عملية كده تبريد مفاجئ، واللي بتستعملها معظم المصانع في تخزين ورق العنب. بيسموها كده عملية تبريد مفاجئ، واللي بتخلي ورق العنب يحتفظ بلونه وطعمه وشكله، وخاصة لونه بيفضل كده معاكي طول السنة بنفس اللون وبنفس الطعم، وطبعا بيبقى أحلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. هنا بدأت أنزل بورق العنب في المية المتلجة علشان نعمل له عملية تبريد مفاجئ، وهنا من صدمته كده بيحتفظ بلونه وشكله زي ما انتوا شايفين كده.
هنبدأ هنا نطلع ورق العنب من المية المتلجة ونصفيه في مصفى. وهنكرر تاني ونحط تاني ربطات ورق العنب في المية المغلية واللي فيها الليمون والسكر. وقلنا السكر هنا عندنا مادة حافظة، بس مادة حافظة مفيدة وصحية ومش ضارة خالص. طبعا ورق العنب ده يا جماعة هو العيش، يعني بنعشقه كلنا. محشي ورق العنب بيكون خطير جدا، لكن في نفس الوقت لما بيخلص ورق العنب من السوق بنكون لايصين قوي. ازاي ان احنا هيكون عندنا ورق عنب بس يكون على جودة حلوة قوي، وما بيكونش كويس ابدا من بره. بصراحة انا مش بحب اشتريه من بره متفرز، لانه ما بيكونش بنفس الجودة اللي انتي بتعمليه بتفرزي بيها ورق العنب في البيت. هنا هنعمل بقى ايه رولات كده من ورق العنب علشان نحتفظ بيها في اكياس التلاجة، وفي نفس الوقت ما تاخدش مكان خالص في التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بطريقة سهلة قوي هنبدأ هنا هوت نفرز ورق العنب بالشكل ده اهو. هنعمل كده رولات من ورق العنب ونحطها في كيس تلاجة عادي خالص، ولا هتحتاج استرتش ولا اي حاجة خالص صعبة، ولا هتكلفي نفسك وتشتري مواد تغليف غالية، لا، في كيس تلاجة وفي نفس الوقت مش هياخد اي مكان في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. ده كان تفريز ورق العنب. لو عجبكم الفيديو